الهلال والنصر في نهائي كأس الملك سلمان حفظه الله للأندية العربية، قمة القمم من العيار الثقيل، الديربي العربي الأقوى والأمتع. تابعني لنهاية الفيديو. مباراة حقيقة عالمية بنكهة عربية سعودية، تتكلم عن أسماء ضخمة: بروزيفيتش، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، فوفانا، سافيتش، نفيز، مالكوم، سالم، كنو، كوليبالي. يعني بصراحة وبدون مبالغة لأول مرة نتابع الديربي بهذا الحجم من الشهرة والأسماء الإثارة. أسلوب كاسترو وبصمته وضحت كثير في هذه البطولة، واللي هي اعتماده على الكرات القصيرة وبناء الهجمة من الخلف، ومباغتة الخصم في أحيان كثيرة بالكرات الطويلة لماني وتاليسكا والأيقونة رونالدو. بس يا كابتن كاسترو، لما تنتهج هذه الطريقة وتبني من الخلف، من وجهة نظري مع احترامي للجامي ومادو اللي مقدمين مستويات جيدة، لازم يكون عندك قلب دفاع عالمي يفهم ومتمرس على هذه الطريقة. راح تقابل فريق كبير زي الهلال يضغط عليك ويخنق. الهلال مميز بالضغط ودائما يضغط من اول 20 دقيقة من المباراة عشان يجيب هدف من بدري ويلخبط اوراق الخصم، وبعدها يهدي، وفي اخر 10 دقائق يبدا من جديد يضغط بقوة. ودائما لو تلاحظون اهداف الهلال يا في بداية الشوط يا في نهاية الشوط. من وجهة نظري راح يكون هناك معركة في النص وصدامات وسيقان كثيرة، لان اللي راح يسيطر على النص راح يتحكم في المباراة وينهيها. المباراة راح تلعب على تفاصيل وجزئيات وتكتيكات مدربين، وممكن بشكل كبير تعتمد على الحلول الفردية في الحسم. الايقونة رونالدو وساديو ماني وحتى ممكن فوفانا من النصر، والهلال صواريخ: روبنز، نفيز او كرات الثابته، سافيتش وراسياته. الخلاصه والزبده احنا موعودين مع قمه ناريه وجايه في نهايه ويك اند. يعني ضبط امورك ووزن ساعتك واستمتع بهالنجوم العالميين. اذا عجبك الفيديو اعطيني لايك واشترك في القناه، شاركني تعليقاتك تحت. وش توقعاتك اللي يفوز، الهلال النصر؟ اشوفكم في الفيديو القادم.